لا يخفى عليكم يا عباد الله ما يجري على إخوانكم في أرض غزة، في أرض العزة، من قتل واقتتال وتدمير وتجويع وحصار. كذلك لا يخفى عليكم ما تتعرض له بلادنا اليمن من قصف صهيوني أمريكي بريطاني استهدف كل شيء، استهدف الموانئ والمطارات والكهرباء. وهناك من إخواننا من أبنائنا من بني جلدتنا من زال يفكر ويقدر ولم تصله الرسالة بعد. أين التكاتف يا عباد الله؟ أسألكم بالله، أتنتظرون أن يأتي إلى هنا يهودي بنفسه ليقتلنا ونحن نتفرج على ما يجري من حولنا؟ عباد الله، يهودي يقتل مسلم ويفجر بيت مسلم ويقصف بيت مسلم، دمر غزة ولبنان واتجه إلى سوريا وضرب اليمن، وما زال البعض راكد وكأنه لا يجري حوله شيء. يا أمة محمد، المسلمون تجمعهم وحدة العقيدة ووحدة الشعائر والمشاعر في عباداتهم وأخلاقهم وتعاليمهم وتحكيم الشرع فيهم توحيدا وصلاة وصياما وزكاة وحجا وجهادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وآدابا ووصايا، وحدة إسلامية تصغر أمامها الأحقاد والثارات والأطماع والرايات والعنصريات والمذهبيات، ويجتمع الجميع تحت لواء واحد: لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله أكبر، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وحدة دينية ثقافية اجتماعية تجتمع على حب هذا الدين والتمسك به وإعزازه ورفع منار الإسلام. والمسلم الحق اليوم يدعو الجميع بلا استثناء إلى وجوب اللقاء في صف واحد يحمل هم دينته وأمته. وفي داخل الصف الواحد والأمة الواحدة قد يقع خلافا مباحا واحد، والدين واحد، والأمة المسلمة واحدة، فيجب أن نكون جماعة واحدة ومجتمعا واحد. فيا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، إلى متى الفرقة ونحن ندرك ما فيها من ضرر وفساد؟ أيها الإخوة، هل يختل نظام المجتمع وتنتشر الفوضى والاضطرابات وتتصدع أركان الأمة وتتهدد عروشها وتنهد حضارتها إلا بتفرق أهلها وتنازعاتهم؟ وهل تتعطل مصالح البلاد والعباد إلا بماذا؟ إلا بالتفكك والتعصب، إما للآراء أو للأهواء. وهل يتسلط الأعداء ويتمكنون من رقاب الناس إلا بتضارب الآراء وتحكيم الشهوات والأهواء وانتشار الأحقاد والضغائن والنزاعات الفردية؟ إلى متى الفرقة يا أمة الوحدة والألفة والإخاء؟ أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أيها الموحدون، إن شعبنا الفلسطيني أحوج ما يكون إلى الوحدة والمحبة والتكاتف والتعاون ورص الصفوف وجمع الشمل وتوحيد الكلمة، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا ويمر بها شعب فلسطين. وفي هذا الوقت العصيب والدين واحد والأمة المسلمة واحدة، فيجب أن نكون جماعة واحدة ومجتمعا واحد. فيا أمة الإسلام، يا أمة الإسلام، إلى متى الفرقة ونحن ندرك ما فيها من ضرر وفساد؟ أيها الإخوة، هل يختل نظام المجتمع وتنتشر الفوضى
والاضطرابات، وتتصدع أركان الأمة، وتتهدد عروشها، وتنهد حضارتها إلا بتفرق أهلها وتنازعاتهم. وهل تتعطل مصالح البلاد والعباد إلا بماذا؟ إلا بالتفكك والتعصب، إما للآراء أو للأهواء. وهل يتسلط الأعداء ويتمكنون من رقاب الناس إلا بتضارب الآراء وتحكيم الشهوات والأهواء وانتشار الأحقاد والضغائن والنزاعات الفردية؟ إلى متى الفرقة يا أمة الوحدة والألفة والإخاء؟ أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أيها الموحدون، إن شعبنا الفلسطيني أحوج ما يكون إلى الوحدة والمحبة والتكاتف والتعاون ورص الصفوف وجمع الشمل وتوحيد الكلمة، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا ويمر بها شعب فلسطين، وفي هذا الوقت العصيب من حياة شعبنا، حيث تتعرض مدننا والمطارات والموانئ والكهرباء لقصف اليهود. أيها الإخوة المسلمون، علينا أن نراجع أنفسنا، علينا بالوحدة. وإني من هنا أستغل هذا الجمع الطيب المبارك. لماذا؟ للعمل على الوحدة والألفة والمحبة ونبذ الفرقة وأدعو الجميع إلى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن الأهواء، بعيدا عن التحزب، بعيدا عن التفكك، بعيدا عن التفرقة.